السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجالتنا الثانويه العامه والثانويه الازهريه، ان شاء الله دي المحاضره الثانيه اللي هنشرح فيها الدرس الثاني من الباب الاول اللي بعنوان التركيب الالكتروني وحالات التاكسد. تمام؟ كنا احنا شرحنا المره اللي فاتت شرحنا العناصر الانتقاليه واستخداماتها. طبعا كان درس يعني كله حفظ ونظري، لكن فعليا بقى الدرس دوت هيبقى فيه كله فنيات كتير قوي بقى، وده التريكات فيه كتير. تمام؟ وعليه افكار كتير قوي 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 يعني. ماشي؟ والدرس دوت اساسي في امتحان ثانويه عامه باذن الله، فعايزك تهتم بيه وتجيب كشكول كده وتكتب كل كلمه بقولها، لان كل كلمه بقولها هتلاقيها موجوده في قلب السؤال باذن الله في الاسئله في الكتب الخارجيه. خلاص؟ ان شاء الله النهارده تخرج حافظ كل كلمه، مش محتاج تذاكر بعدها. تمام؟ طبعا متعودين نحل من اي كتاب، قبل اي كتاب انت عايزه هتلاقي فيه كل الافكار ان شاء الله. تمام؟ وصلوا على النبي كده يا شباب، ويلا بينا نبدا المحاضره بتاعتنا. صلوا على النبي يا شباب. اولا كده الدرس عنوانه ايه؟ التركيب الالكتروني. التركيب الالكتروني. تمام؟ وحالات القسم الثاني بتاعه بقى وحالات التاكسد. حالات ايه؟ التاكسد. طبعا احنا كلامنا كله على مين بقى؟ على عناصر السلسله الانتقاليه الاولى. عناصر السلسله الانتقاليه الاولى اللي هي من اول السكنديوم لحد الخرسين. تمام؟ فهنعرف بقى يعني ايه اصلا تركيب الكتروني. تركيب بيقول لك بص، بيقول لك تركيب الكتروني يعني التوزيع. فاهم حاجه؟ تركيبه في الالكترون، شكل الالكترونات متوزعه فيه ازاي. فالتركيب الالكتروني دوت هناخد عنه اللي هو التوزيع، وطبعا ده معروف اصلا، انتوا عارفين يبقى ده ايه؟ ده التوزيع. طيب بيقول لك وحالات التاكسد. حالات ايه؟ التاكسد. يعني حالات التاكسد، صلى على النبي. اولا كده احنا بنتعامل مع فلزات، السكنديوم والتيتانيوم والفانديوم والكروم والحاجات دي كل دي فلزات، صح ولا لا؟ طيب حالات التاكسد، الفلزات دي بتفقد ولا تكتسب؟ بتفقد، صح ولا لا؟ يبقى حالات التاكسد حالات الفقد بتاعتها. هنشوف حالات الفقد او حالات الاكسده هي بتفقد كام. السكنديوم مثلا بيفقد موجب 3، التيتانيوم هتلاقيه بيفقد موجب 2 وموجب 3 وموجب 4. فهمت؟ مثلا الفانديوم تلاقيه موجب 2 وموجب 3 وموجب كده. دي حالات بتاعته. ماشي؟ حالات اللي بيفقد فيها، وهناخد كل ده بالتفصيل ان شاء الله. اولا كده احنا هناخد اول قسم معانا التركيب الايه؟ الالكتروني. فصلوا على النبي كده يا شباب. بسم الله. اولا كده احنا عندنا العناصر من اول فين؟ من اول الاسكنديوم، بعد كده مين؟ بعد كده تيتانيوم، بعد كده كان عندك مين؟ الفانديوم، بعد كده الكروم، بعد كده المنجنيز، بعد كده الحديد، بعد كده الكوبالت، بعد كده النيكل، بعد كده النحاس سيو، بعد كده الزد ان اللي هو الايه؟ الزد ان اللي هو الخرسين. تمام؟ دول ال10 عناصر بتوعنا اللي احنا عارفينهم. طيب السكنديوم كان موجود في المجموعه 3 بي، صح ولا لا؟ واللي بعده كان موجود في المجموعه 4 بي. تمام؟ واللي بعده 5 بي، صح ولا لا؟ وبعده 6 بي. تمام؟ واللي بعده 7 بي. من اول الحديد لحد النيكل كان دول كده عباره عن الثلاثه دول مع بعض كانوا موجودين في المجموعه اسمها المجموعه الكام؟ الثامنه، صح ولا لا؟ زي ما عرفنا. والسي يو والزد ان اهو، السي يو والزد ان اول واحد كان موجود في المجموعه 1 بي، والثاني موجود في المجموعه 2 بي. ماشي، كلام سليم. يبقى احنا كده افتكرنا العناصر والمجموعات بتاعتهم. ايه اللي هنعمله بقى؟ هنوزع كل العناصر دي بقى، هنضطر ان احنا نوزعها. يعني انا هعمل حاجه هنا كده دلوقتي، هوزع كل العناصر. استحمل بقى كده الايه؟ الكتابه اللي انا هكتبها دي، خلاص، لانها كلها شبه بعضها، عشان هنشوف ملاحظات على التوزيع. تمام؟ طيب صلوا على النبي. اول عنصر معانا اللي هو مين بقى؟ الاسكنديوم. تمام؟ ثاني عنصر تيتانيوم. تمام؟ ثالث عنصر مين؟ الفانديوم. رقم 4 عندك الكروم. رقم 5 عندك اللهم صل على سيدنا محمد المنجنيز MN. رقم 6 الحديد. رقم 7 رقم 7 ايه؟ الكوبالت. ايوه الكوبالت. رقم 8 النيكل. رقم 9 النحاس سيو. رقم 10 هيبقى الزد ان. تمام؟ طيب صلوا على النبي. اولا كده الاسكنديوم هنوزع كل عنصر، طبعا كل عنصر هنوزعه، كل عنصر موجود في دول هنضطر ان احنا نوزعه. اولا كده الاسكنديوم عدد الذري كام؟ احنا عارفين ان هو 21، وده اللي بعده 22 23 24 25 26 27 28 29 30. تمام؟ زي الفل. هنضطر ان احنا نوزع بقى، هنوزع لاقرب غاز خامل، وانتوا عارفين طبعا اقرب غاز خامل للعناصر الانتقاليه كان هو الارجون، اقرب غاز خامل. يعني الارجون كان 18، صح ولا لا؟ فاحنا كنا لما نيجي نوزع بنقول ايه؟ ارجون اي ار اهو، ارجون 18 واحده اي ار. تمام؟ وده هنا اي ار ارجون، وهنا ارجون.
تمام، وارجون ماشي تمام وزي الفل. وقف التركيب ده كده خلاص. المستوى الفرعي 4S و 3D، 4S ثم 3D، ها 4S ثم 3D، 4S ثم 3D. تمام. بعد كده عندك الكروم هنا مهم جدا ان احنا نخليه مميز كده عشان هنقول عليه حاجات كتير مهمه. 4S 3D اللي تحته 4S و 3D تمام، و 4S و 3D تمام، وهنا 4S و 3D، وهنا 4S ثم 3D، وهنا 4S لا هنخليه بالاسمر برضه عشان عايزين نقول على حاجه مهمه. 4S 3D ده ضغط النحاس، والارجون تمام. احنا طبعا حطينا الارجون بكام اصلا؟ الارجون ب 18، فيفضل كام بقى من بعد ال 20؟ يعني بص بعد 18 انت معاك 21، هنحط هنا 2 في الاس هيبقى 2 و18 20 تمام. وهيفضل كام بقى؟ 21، بفضل هنا 1 صح؟ ده 22 هيفضل هنقول ارجون 18 و2 في الاس يبقى كده 20، 2 و18 20، يبقى هنا هنحط 2 يبقى 22، ها 2 هنا في الاس و3 هنا يبقى 23. يلا بقى بص هنا الكروم المفروض نحط هنا كام؟ 2 هو 18 تمام، 18 هنا وهنا هو 24، نحط هنا 2 و18 20، المفروض نحط هنا كام؟ 4. بس قال لك 3D 4، 3D 4 ده فاضل له كام ويبقى 3D 5؟ يبقى نصف ممتلئ. قال لك فاضل له 1 صح ولا لا؟ قال لك لا 3D 5 ده اكثر استقرارا، اكثر ايه؟ استقرارا. يعني هم العلماء لما جم يلاحظوا الذره لقوا التركيب بتاعها لما يبقى 3D 5 يبقى اكثر استقرارا من 3D 4. فقال لك ايه بقى؟ طب هنعمل ايه دلوقتي؟ هو المفروض 3D 4 فاضل له 1 يبقى 5، نعمل ايه؟ قال لك 3D 4 ده اهو يقوم ناطط على اللي قبله، يقوم ناطط عليه، يقوم واخد منه الكترون ويخليه بدل ما يبقى 2 يبقى كام؟ يبقى 1. 4S كام؟ 1. 3D بدل ما يبقى 4 بقى هيبقى كام؟ هيبقى 5. هيبقى 3D كام؟ 3D 5 اهو 3D 5 تمام. وفي الحاله دي قال لك عنصر الكروم ده هيبقى شاذ في التوزيع. شاذ في ايه؟ شاذ في التوزيع او عنده حيود في التوزيع. شاذ او حيود في التوزيع الالكتروني. يبقى اذا الكروم عنصر شاذ في التوزيع. ليه؟ لان التركيب 3D 5 اكثر استقرارا من 3D كام؟ 4. بالتالي فهو بياخد الكترون من ال 4S تمام، فيبقى يصبح كده 4S 1 3D كام؟ 5. 4S 1 كده نصف ممتلئ، ما هو المفروض يتملي باثنين كده بقى قلب الكترون واحد بقى 4S 1. 3D 5 3D 5 ما المفروض كده نصف ممتلئ لان هو المفروض كان يبقى يمتلي ب 10 فنصه 5 فنصف ممتلئ ونصف ممتلئ. فهمت؟ يبقى ليه هو شاذ في التوزيع؟ لان التركيب 3D 5 اكثر استقرارا من التركيب 3D 4. فهمت؟ طيب ده كده عشان برضو الناس اللي عندهم علل في الازهر يعني. المنجنيز هنا منجنيز كام؟ 25. قال لك المنجنيز هنا 4S 3D هنمشي طبيعي بقى، حط هنا 2 يبقى 2 و18 ها 2 و18 كام؟ 5 و20 وبعد كده فضل 5 يبقى 25 ها يبقى 2 هنا 6. انت شايف 1 2 3 مفيش 4 5 6. فهمت؟ 2 7 ها 2 8. قال لك بقى هنا المفروض الكبر او النحاس كام؟ 29. نحط هنا كام؟ نحط هنا 2 ونحط هنا كام؟ 9. بس قال لك 3D 9 ده هو كده التركيب اللي قدامك ده كده فاضل له كام؟ يبقى 10. يعني 3D يبقى مكتمل يعني 3D 10. والعلماء لاحظوا ان 3D 10 اكثر استقرارا، اكثر ايه؟ استقرارا من 3D 9. فقال لك يعمل ايه بقى؟ قال لك النحاس هيعمل شبه الكروم، هيروح المستوى الفرعي 3D 9 ده يقوم ناطط على اللي قبله، ناطط عليه روح خد منه الكترون، يبقى بدل ما يبقى 3D 9 يبقى 3D كام؟ 3D 10 تمام. وال4S هيبقى 4S كام؟ 4S 1. 4S كام؟ 4S 1 تمام يا ريس. يبقى 4S 1 وال3D هيبقى 3D كام؟ 3D 10. طيب صلى على النبي. زد ان 30 قال لك ارجون 4S كام؟ 4S 2 3D كام؟ 3D 10 تمام. وده توزيعه طبيعي خالص. فهمت؟ يبقى احنا عندنا برضو السي يو دوت شاذ في التوزيع. شاذ في ايه؟ شاذ في التوزيع او عنده حيود في التوزيع. فهمت الفكره؟ يا رب تكون فاهم التوزيع اللي انا كتبته ده. اولا كده بقى طبعا هنوزع، احنا كده وزعنا طبقا لمبدا البناء التصاعدي. بعد كده هنوزع طبقا لقاعده هوند، هنفرد كل اوربيتالات. اولا كده انت كنت فاكر من ثانيه ثانوي ان المستوى الفرعي اس ده المستوى الفرعي اس كان في قلبه كام مربع؟ مربع واحد. لكن المستوى الفرعي دي
تمام. انا هجيبها برضه هنا، ده كان في قلبه كام مربع؟ مربع واحد. لكن المستوى الفرعي دي كان في قلبه كام مربع؟ كان في قلبه 5 مربعات، اللي هي الخمس اوربيتالات بمعنى اصح يعني. اهو 1 2 3 4 5، لانه كان بيتشبع ب 10 الكترونات. احنا بقى هنوزع التوزيع اللي قدامك ده كده هنا، كل واحد هنوزع له التوزيع ده، كل عنصر هنوزع له التوزيع ده اللي هو بالشكل اللي قدامك ده كده. يلا ال 4 اس ثم 3 دي، 4 اس ثم 3 دي، 4 اس ثم 3 دي. ها جدول ال 4 اس يبقى عندك ايه ده؟ ايه مربع واحد اهو، هنا مربع واحد، هنا مربع واحد، ومعاهم ال 3 دي طبعا ايه الشكل ده كده، 1 2 3 4. تعالى هنا كده يلا نفس الكلام، 1 2 3 4. تمام كده احنا عملناهم. اولا كده عندك هنا ال 4 اس، يلا 4 اس هنا كام؟ 4 اس 2. اولا كده يبقى هنا في كام الكترون؟ واحد لفوق. يلا بقى تعالى نوزع، تبقى نوزع فرد الاول، واحد لفوق في اس 2 اهو، واحد لتحت، وهنا في 2 واحد لفوق واحد لتحت، هنا في 2 اهو واحد لفوق واحد لتحت. هنا في كام؟ ال 4 اس ده في كام؟ ها في واحد بس، يبقى نرسم الواحد بالشكل ده كده. تمام. خلي بالك انا لما باجي ارسم الكترون لوحده برسمه كده، لكن لما باجي ارسم الكترونين مع بعض تمام برسم واحد كده بص بنص سهم من هنا، واحد تاني برسمه بالنص التاني. فهمت الفكره؟ لما ارسم سهم لوحده تمام برسمه ايه؟ يعني زي الصاروخ كده، فاهم؟ له انت اكيد فهمت. وهنا برسمه بنص سن، ماشي؟ يبقى ده برسمه بسنين وانا برسمه بنص سن يعني. تمام. فاذا 4 اس كام؟ 4 اس 1. 4 اس 2 لا واحد كده وواحد كده. 4 اس 2 واحد كده وواحد كده. ها واحد كده وواحد كده، 2 واحد كده وواحد كده. لكن ده بقى خلي بالك اهو، ها في كام؟ في واحد بس، يبقى نرسم سهم لفوق كده. طيب وال4 اس هنا كام؟ 2، يبقى اذا واحد لفوق واحد لايه؟ واحد لتحت. خلاص. طيب صلوا على النبي. تعال بقى نخش على ال 3 دي. يعني ال 3 دي خلي بالك، ركز بس معايا في دوت، خلي بالك من الشاذ ده تمام والشاذ اللي هنا ده. طيب هنا يلا 3 دي 1، يبقى يلا نقول كده الكترون واحد. هنا ما هو رسمت لك سهم اهو، دي كام الكترون؟ الكترونين، واحد كده وواحد كده. طبعا بيوزع فرد الاول. ممكن واحد يقول لي يا مستر ليه ما كتبتش بالشكل ده كده؟ يعني 1 2 3 4، ليه ما كتبتش كده؟ لا غلط كده، غلط. لازم نوزع فردي. يعني ايه؟ يعني نشيل ده كده بص اهو، ونقول نوزع فرد الاول، يعني فرد الاول لحد ما نملاه بعد كده نعمل ازدواج. ماشي؟ دي قاعده التوزيع. رقم 2 هنا 3، نقول واحد لفوق كده اهو، واحد لفوق واحد لفوق. تمام. هنا 5، بص بقى المفروض نمشي 1 2 3، المفروض يبقى في 4. لا احنا قلت لك اهو عشان في شذوذ في التوزيع ف 3 دي 5 3 دي 5 وصلت. يبقى انت عندك 5 الكترونات مفرده هنا اهو بالشكل اللي قدامك ده كده. تمام. وهنا 3 دي 5 بالشكل ده كده. تمام. والستة واحد كده ثم كده ثم كده ثم كده ثم كده. اللي جاي بقى ده يبقى اول واحد يحصل فيه ازدواج. اول واحد يحصل فيه ايه؟ ازدواج. اول عنصر يحدث فيه ازدواج اللي هو الايه؟ الحديد ده. بص الشكل ده كده كتب كله كان فردي. بص فردي 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 فردي. اول واحد يحصل فيه ازدواج في المستوى الفرعي 3 دي تمام. هو مين؟ هو الحديد. عنصر حديد اول عنصر يحدث فيه ازدواج. انت لو بصيت على العناصر اهو 1 2 3 كله فردي فردي فردي. اول واحد يحصل فيه ازدواج مين؟ هو عنصر الحديد. ماشي. كوبالت يلا يا ريس. عندك هنا يلا نرسم اهو 1 2 3 ادي 4 ادي 5 تمام، ادي 6 وادي كام؟ وادي 7. فهمت الفكره؟ ده حصل كده ايه؟ ازدواج تاني اهو. ماشي. رقم 2 العدد الالكترونات المفرده بيقل. هو كده 5 الكترونات مفرده 4 وادي 3. بص هيقل تاني اهو كده 1 2 3 وادي 4 وادي 5. ماشي. يبقى احنا معانا كام اصلا؟ احنا معانا 8. يبقى تاني ازدواج 5 كده 6 7 ادي 8. ماشي. طيب هنا 3 دي كام؟ 10 و10، يبقى اذا كلها مكتمله. بنقول 1 كده 2 3 4 ادي 5 6 7 8 9 10. وهنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام. يا رب تكون فهمتني. اولا كده في حاجتين مش لاقيهم انا، لا يوجد 3 دي 4 ولا يوجد 3 دي كام؟ 9. يعني مفيش 4 الكترونات مفرده ولا في الكترون مفرد على شكل 3 دي 9.
فهمت الفكره؟ يبقى اذا 3 دي 4 مش موجود، و 3 دي 9 مش موجود. لا يوجد 3 دي 4 ولا 3 دي 9 في ذره متعادله، يعني مفيش ذره كده خلاص فيها 3 دي 4 و 3 دي 9. ممكن تلاقي ايون في ايون ممكن يبقى 3 دي 4 ماشي، لكن انا بتكلم في نقطه 3 دي 9 و 3 دي 4 في العناصر مفيش. عشان كده عشان شذوذ التركيب الالكتروني لعنصر مين؟ النحاس والكروم. ده سؤال مهم جدا هيجي في الدرس ده، شذوذ التركيب الالكتروني لعنصر الكروم والنحاس. طيب تمام يا شباب، صلوا على النبي. اولا كده احنا خلصنا حته بتاعت شذوذ التركيب الالكتروني بتاعت النحاس والكروم خلاص. دلوقتي بقى احنا هناخد شويه ملاحظات على مين؟ على التوزيع، يعني ناخد ملاحظات على التوزيع. احنا كده وزعنا، هو الدرس كله عباره عن ان انت بتلاحظ حاجات معينه في قلب التوزيع ويعني وبيسالك عليها. تمام؟ طيب صلوا على النبي. اول حاجه هناخد ملاحظات على التوزيع، على التوزيع الالكتروني. تمام؟ ملاحظات على التوزيع ايه؟ الالكتروني. اول حاجه محتاجين نلاحظها ان عناصر السلسله الانتقاليه الاولى موجوده في الدوره الكام؟ موجوده في الدوره الرابعه، لانها بتنتهي ب 4 ايه؟ 4 اس، صح ولا لا؟ يبقى تبدا عناصر السلسله الانتقاليه الاولى اول حاجه تبدا عناصر السلسله الانتقاليه الاولى بدايه من الدورة الرابعة. من الدورة ايه؟ الرابعة. تمام؟ من الدورة كام؟ الرابعة. بعد عنصر مين بقى؟ بعد عنصر الكالسيوم، لأن أصلا السكنديوم كام؟ السكنديوم 21، قبله الكالسيوم في قلب الجدول الدوري 20، صح؟ يعني هي بتبتدي بعد عنصر الكالسيوم، بعد عنصر الكالسيوم. تمام؟ سي ايه؟ تمام؟ 20 عدد الذري 20 خلاص، والسكنديوم بيبدأ ب 21. فهمت؟ طيب رقم 2 ويتتابع فيها امتلاء المستوى الفرعي، ويتتابع فيها امتلاء المستوى الفرعي 3 دي. المستوى الفرعي 3 دي لانها كلها بتنتهي بايه؟ بتنتهي ب 3 دي، صح ولا لا؟ ماشي. رقم 2 يعني احنا قلنا كده عندك، احنا لاحظنا ان المستوى ان هي بتبتدي في الدوره الرابعه. رقم 2 بتبتدي تتابع فيها امتلاء المستوى الفرعي ايه؟ 3 دي. طيب تاني حاجه محتاجين نلاحظها هي ايه؟ عدد الالكترونات المفرده في العنصر كله، وعدد الالكترونات المفرده في المستوى الفرعي 3 دي تحديدا، يعني بعده في الذره كلها. يعني مثلا قلت لك السكنديوم كله فيه كام الكترون مفرد؟ 1. التيتانيوم 2 بيزيد اهو، الفانديوم 3، الكروم فيه كام؟ ما هتقوليش 5 بقى، قول لي 6. ليه؟ لان هو اصلا في هنا الكترون مفرد وفي هنا 5 الكترونات مفرده. فهمت الفكره؟ يعني هنا في 1 وهنا 5، كده كله كام؟ 6. يعني 1 2 3 6، 1 2 3 فجاه 6 على طول. ماشي. هنا بقى المنجنيز كله فيه كام؟ منجنيز فيه 5 بس، منجنيز في 5 بس. ما هو هنا ما فيش الكترونات مفرده. طب تعالى نبص على الحديد. لو لاحظت هتلاقي فيه كام؟ 1 2 3 4 فردي، 4 بس فردي. لكن لو بصيت على الكوبالت هتلاقي فيه بس 3 فردي. بصيت على النيكل هتلاقي فيه 2 فردي. سي يو مش هتلاقي 0. يبقى تاني في الذره كلها انا لاحظت كده ان اكتر عنصر او اكبر عنصر يحتوي على الكترونات مفرده في حالته الذريه هو عنصر مين؟ عنصر الكروم، بسبب شذوذ التركيب الالكتروني بتاعه. شذوذ التركيب الالكتروني بتاع الكروم عنده 1 هنا وعنده 5 هنا، صح ولا لا؟ بقلبه 6 الكترونات مفرده. انت متخيل 6 الكترونات مفرده؟ كتير جدا. تمام. لكن لو جينا على 3 دي، تمام، على 3 دي يعني احنا مثلا لو جينا نقارن كده، بص الالكترونات المفرده، عدد الالكترونات المفرده لكل عنصر، يعني في العنصر نفسه، والعدد الذري. لو جينا نجيب علاقه، اولا كده الالكترونات المفرده بتبدا من عند كام؟ من عند الواحد كده لحد ال6، ثم تبدا تقل، تمام، لحد ما توصل للكام؟ لحد ما توصل للصفر. تمام. يعني هي بتبقى 0 كده في العنصر لحد ما توصل لاعلى حاجه كام؟ 6 عناصر المفرده لكل عنصر انتقالي، يعني من اول السكنديوم لحد الخرسين. الاول هنا كده يبقى ده عنصر مين بقى؟ ده عنصر الكروم. ماشي. انا بتكلمك على العنصر ككل، لكن لو احنا جينا اتكلمنا على ال3 دي في فرق بقى، في فرق في الرسم. ماشي. اولا كده بص يا عم، عندك هنا الاسكانديوم، تيتانيوم، فانديوم، كروم، منجنيز كده. طيب بص بقى في 3 دي، مستوى فرع 3 دي بس 1 2 3، مفيش 4 5 5، يعني ال5 ثبتت. خلي بالك ال5 ثبتت هنا وهنا، ال5
ثبتت هنا وهنا 5 و5. ما هو 1 2 3 5 و5. هنا بقى الستة فيها 4 الكترونات مفردة اللي هو باقي ال10. السبعة فيها 3 الكترونات مفردة اللي هو باقي ال10 اللي هو ما هو 7 على 10 في 3. فهمت؟ من 8 فيها 2 لكن ما فيش 9 يبقى فيها 10 و10 يبقى 0 و0. خلي بالك ال10 اتكررت كام مرة؟ مرتين. تمام كعدد. بس انا بتكلم على الالكترونات المفردة 0 0 0 0 0 هنا و0 هنا. يبقى انت فاهم 1 2 3 5 5 يعني الخمسة ثبتت مرتين. يبقى الشكل عامل ازاي؟ التركيب الالكتروني. التركيب الالكتروني اهو بص بالعدد الذري كلما ازداد العدد الذري عدد الالكترونات المفردة في المستوى الفرعي 3D. المستوى الفرعي ايه؟ 3D تحديدا. الالكترونات بتبدا من اول الصفر طالع 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 تقوم الرسمه ثابته. بص بنزيد 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 لحد ما نوصل لكام؟ لحد ما نوصل للخمسه. 5 الكترونات مفرده. ما هو اصلا عمرها ما تزيد. ما هو تبقى 6 الكترونات مفرده لان المستوى الفرعي 3D اخره 5. اخره 5 نصه 5. ثم الخمسه دي بتثبت. الخمسه دي بتثبت يعني عدد الكترونات المفرده بص بيزيد ثم يبدا ايه؟ يقل. 4 3 2 1 صفر. ماشي؟ تلاقي بتبدا يقل. يبقى دي الرسمه بتاعتك. يبقى انت عندك الرسمتين عدد الالكترونات المفرده في المستوى الفرعي 3D وعدد الالكترونات المفرده في العنصر كله. في فرق. تمام؟ في فرق في الحته دي. يبقى انا بتكلم على العنصر كله او بتكلم على المستوى الفرعي 3D تحديدا. ماشي؟ صلوا على النبي. رقم 3. تاني حاجه محتاجين نلاحظها هي يبقى شذوذ التركيب الالكتروني طبعا لمين؟ بتاع الكروم والنحاس. يبقى قال لك عندك علل. في سؤال علل بقى طبعا عشان الناس اللي في الازهر. علل شذوذ او حيود. شذوذ التركيب الالكتروني تمام لكل من عنصري النحاس الكروم والنحاس. الكروم 24 والسيو 29. الاجابه بتاعتك لازم تكتب الكلام اللي احنا هنقوله ان هو انت هتقسم الصفحه النصين تقول هنا عنصر الكروم تمام وتقول هنا عنصر ايه؟ عنصر النحاس وتوزع الكروم هنا 24 وتوزع الكروم هنا 9 وكام؟ و20 وتقول له لان التركيب الالكتروني بتاع الكروم بص بقى التركيب الالكتروني لما تيجي توزع الكروم تعال نوزع الكروم كده اهو تعال نوزع الكروم 24 تقول له كده ارجون تمام 4s 3d 4s كام؟ 4s 1 3d 5 تقول له كده لان التركيب الالكتروني تمام 4s 1 و 3d 5 تمام يكون نصف ممتلئين. نصف ممتلئين يعني ايه نصف ممتلئين؟ يعني ال 4s نص ممتلئ وال 3d نص ممتلئ صح ولا لا؟ مما يجعل الذره بص شوف الكلام ده مهم جدا. مما يجعل الذره كلها الذره بكل حواراتها تمام اقل طاقتها قليله اقل طاقه تمام وبالتالي اكثر استقرارا. اكثر ايه؟ اكثر استقرارا. يعني الكلام الفاضي ده واحده واحده صلى على النبي. اولا كده قال لك الذره بتبقى اقل طاقه. يعني ايه اقل طاقه؟ هديك مثال على كلمه اقل طاقه دي. دلوقتي لو انا قاعد في ملعب ماشي وليا صديق تاني بيجري في الملعب خلاص مين فينا طاقته عاليه؟ صح ولا لا؟ هو اكيد اللي بيجري صح. طب مين فينا طاقته قليله؟ انا اللي قاعد بتفرج عليه تمام. مين فينا مستقر ومين فينا مش مستقر؟ اللي مستقر هو انا اقل طاقتي قليله وفي نفس الوقت مستقر صح ولا لا؟ فهي دي الفكره. بيقول لك اهو الذره بتكون اقل طاقه وبالتالي اكثر ايه؟ استقرارا. دايما كده لما تكون الذره اقل طاقه دايما لما الذره تكون اقل طاقه بالتالي تبقى مستقره. فهمت الفكره؟ لكن لو طاقتها عاليه جدا تبقى مش مستقره. هي طاقتها هتعلى ليه؟ الا اذا كانت غير مستقره. فهمت؟ طيب صلوا على النبي. رقم 2 هتكتب نفس الكلام ده هنا وتكتب التوزيع الالكتروني للنحاس. تكتب التوزيع الالكتروني هنا النحاس سي يو 9 وكام؟ 29. يلا نقول ارجون بعد كده 4s و 3d. 4s كام؟ 1 3d كام؟ 3d 10. فهمت؟ يبقى التركيب الالكتروني 4s بيبقى نصف ممتلئ 4s بيبقى نصف ممتلئ تمام و 3d بيبقى تام الامتلاء. خلي بالك مش الاثنين نصف ممتلئ. هنا الاثنين كانوا ده نص ممتلئ وده نص ده نص وده نص لكن واحد نص والثاني تام. مما يجعل الذره اقل طاقه وبالتالي اكثر ايه؟ استقرارا. نفس الكلام اللي انا قلت لك ده.
ماشي. يبقى ده احنا كده لاحظنا كام ملاحظه؟ 3 ملاحظات، ان العناصر بتبتدي من الدوره الرابعه بعد عنصر مين؟ بعد عنصر الكالسيوم. رقم 2 لاحظنا الالكترونات المفرده ورسمنا عليهم رسمتين في الذره والمستوى الفرعي 3 دي تحديدا، وقلنا الشذوذ التركيب الالكتروني بتاع الكروم والمنجنيز، وكتبنا السؤال العلل عشان طلاب الازهر. تمام؟ صلوا على النبي. طيب صلوا على النبي يا شباب. رابع ملاحظه معانا بتقول لك ايه؟ ان الامتلاء الكامل او النصفي ليس هو العامل الوحيد لثبات التركيب الالكتروني للعنصر في المركب. واحده واحده كده تعالى نفصص الكلام ده. يعني ايه الامتلاء الكامل؟ بص يا باشا، 3 دي 10 مثلا، مش ده كده مكتمل؟ او النصفي يعني 3 دي 5، صح ولا لا؟ او حتى لو فارغ اللي هو 3 دي كام؟ 3 دي صفر. مش احنا كنا قايلين ان 3 دي 10 و3 دي 5 و3 دي صفر، التركيب ده يجعل الذره اكثر استقرارا ساعه ما شرحنا الاساسيات وشرحنا حتى كمان الحصه اللي فاتت. تمام؟ 3 دي 10 و3 دي 5 و3 دي صفر يجعل الذره اكثر استقرارا. يبقى الاستقرار بتاعي بعرفه منين؟ من 3 دي 10 و3 دي 5 و3 دي صفر بس. طيب هل ده هو العامل الوحيد؟ هل ده الحاجه الوحيده اللي تقول لي ان الذره مثلا مستقره او مش مستقره؟ لا، مفيش كده. يبقى هو عامل اساسي في منهجنا لكنه مش هو الحاجه الاساسيه عموما. خلاص؟ طب هل الملحوظه دي عليها اسئله؟ لا، معلش اسئله، فانا قلت بس اوضحها لك لانها موجوده في الكتب. تمام؟ يبقى الامتلاء الكامل 3 دي 10 و3 دي 5 و3 دي صفر كامل والنصفي ليس هو العامل ايه؟ الوحيد لثبات التركيب ايه؟ الالكتروني للعنصر في المركب. طب ناخد مثال، اقول لك مثال اهو يا عم. مثال قال لك يعني ايه الكلام ده عشان بس يوضح. سي يو موجب 2، تمام؟ وسي يو موجب كام؟ موجب 1. صلى على النبي. هنوزع سي يو موجب 2 وسي يو موجب 1 ونشوف مين فيهم مستقر. واحده واحده. السي يو موجب 1 المفروض نوزعه، نقول ارجون هو اصلا عدد ذري كام؟ 29. ارجون بعد كده 4 اس بعد كده 3 دي، تمام؟ 4 اس. اولا في 29 احنا قلنا ان هو شاذ يبقى 1 هنا و10 هنا. هقول لك دلوقتي موجب كام؟ موجب 1. موجب معناها فقد، موجب 1 معناها فقد 1. طيب احنا لما بنيجي نفقد في العنصر بنفقد من اخر مستوى بعيد عن النواه، نفقد من اخر مستوى بعيد عن النواه. يبقى دايما كده الفقد يكون من اخر مستوى بعيد عن النواه. يعني الكلام ده بقى اولا كده، يعني مثلا لو معاك صوديوم Na11 2 8 1، لما تيجي تفقد الواحد تفقده من هنا، بتفقد الواحد تفقده من اخر مستوى ولا من اول مستوى؟ لا، بتفقده من الاخر عشان ده بعيد عن النواه، النواه مش قادره تجذبه. فهمت؟ فلما نيجي نفقد من هنا هنفقد من مين الاول؟ قال لك يفقد من ال 4 اس ثم ال 3 دي. تفقد من الاس ثم ال 3 دي لان ال 4 اس موجود في المستوى الرابع لكن 3 دي موجود في المستوى الثالث اللي قبله 3. فهمت؟ طب ايه اللي خلى ال 4 اس هنا في الاول وال 3 دي هنا تاني؟ ان ال 4 اس اقل في الطاقه شويه من 3 دي. هو ده احنا بنوزع طبعا طبقا للطاقه، التوزيع كان اصله طبقا للطاقه، لكن ال 4 اس ابعد في النواه، ابعد بعيد في المستوى الرابع عن ال 3 دي. ماشي؟ فبالتالي هنفقد منه الالكترون ده هيفقد منه ده الاول ثم هنفقد من 3 دي. لما نفقد من 4 اس هيفضل ال 3 دي كام؟ 10. من وجهه نظرك حسب ما احنا قلنا ان ال 3 دي 10 بيخلي التركيب اكثر استقرارا، صح؟ طب تعالى نشوف كده. سي يو موجب 1، سي يو موجب 2 بقى. خلاص انا عرفتك دي ارجون و4 اس و3 دي. المفروض هنا 1 وهنا كام؟ 10. افقد كام؟ 2. 1 من هنا ثم 1 من هنا، يفضل هنا كام؟ 9. من وجهه نظرك انت بقى 3 دي 10 مستقر ولا مش مستقر؟ انت هتقول لي كده 15 مستقر، 3 دي 9 مش مستقر زي 3 دي 10. لكن في الحقيقه 3 دي 9 سي يو موجب 2 اكثر استقرارا واكثر وجودا وشيوعا من موجب 1. فهمت الفكره؟ طب ليه؟ عشان عوامل تانية كتير مالكش دعوه بيها. اللي يهمني دلوقتي ان انت تفهم فكره ايه؟ ان الامتلاء الكامل والنصفي مش هو الحاجه الاساسيه، يعني مش هو الحاجه الثابته اللي انا بعرف فيها العنصر ده مستقر ولا مش مستقر. لان انا عندي اهو سي يو موجب 2 تركيبه 3 9 ومستقر اكتر من السي يو موجب 1 وبل موجود اكتر. تمام؟ اقول لك كده لان ده بيدوب اكتر في الميه اكتر من ده. يعني باختصار بقى، اختصار بسيط كده يعني مخل، يعني ان ده بيدوب في الميه اكتر من ده. يعني اي مركب فيه سي يو موجب 2 بيدوب في الميه اسرع من ده. فاهم حاجه؟ يعني سهولته في انه يدوب ده اسهل من ده، فده عامل بيحدد ده هو مستقر ولا لا. فهمت؟ طيب يا رب تكون فاهمني. ماشي، نخش بعد كده على خامس نقطه معانا. توزيع الايون. توزيع الايون، ازاي نوزع الايون بتاع العناصر دي بقى؟ يعني نخليهم ايون. يعني ايه ايون اصلا؟
هقول لك الايون ده معناه ايون موجب. الايون بيبقى ايه؟ يعني ايون يفقد، او لو عنصر فقد بيتحول لايون، ايون موجب، ايون سالب كده يعني. ماشي. لو اكتسب بيبقى ايون سالب، لكن لو فقد بيبقى ايون موجب. خلاص. توزيع الايون يعني ايه؟ توزيع الايون واحده واحده. هناخد مثال بقى على ايه؟ على العناصر دي. تمام. صلوا على النبي. انا قلت لكم السي يو اهو موجب 2 اكثر استقرارا من سي يو كام؟ موجب 1. ماشي. طيب تمام أوي زي الفل. تعالى بقى نوزع الايون. اولا كده توزيع الايون يتم بفقد، بص يتم بفقد الالكترونات من مين بقى؟ من 4 اس اولا، تمام، ثم 3 دي ثانيا، او بالتتابع، ثم 3 دي بالتتابع. ماشي. فهمت الحته دي؟ طيب ليه بقى؟ لان ال 4 اس لانه الابعد عن النواه، لانه ابعد عن النواه من 3 دي، لانه ابعد عن النواه من ايه؟ من 3 دي. مهمه جدا الحته دي عشان برضه الناس اللي في الازهر. تعالوا نوزع الايون، تعالوا نوزع الايون واحده واحده. يقول لك ايه؟ معاك عنصر التيتانيوم اهو، عنصر التيتانيوم، ومعاك عنصر مثلا الكوبالت. ماشي. عايزين نوزع تيتانيوم موجب 2، وعايزين نوزع الكوبالت موجب 4. يعني الكلام دوت واحده واحده. يلا نوزع التيتانيوم. نقول ايه؟ ارجون. ماشي. بعد كده 4 اس، كده 3 دي. الارجون التيتانيوم كام؟ 22 ودوت 27. الارجون 4 اس 2، 3 دي كام؟ 2. وهنا الارجون 4 اس 3 دي، تمام. هنا 2 وهنا كام؟ وهنا 7، عشان هنا 7 وكام؟ و20. اولا كده التيتانيوم اللي قدامك ده كده موجب كام؟ التيتانيوم ده موجب كام؟ موجب 2. يعني فقد كام؟ فقد 2. نفس الكلام هنوقع بقى 2 من الايه؟ من 4 اس. يبقى اذا تركيبه الالكتروني ارجون 4 اس 3 دي، المفروض هنا 2 وهنا 2. هو قال لك فقدت كام؟ فقدت 2. يبقى نوقع 2 من الايه؟ من ال 4 اس. يبقى يا اما تكتب 4 اس صفر بالشكل ده كده، ده التركيب الالكتروني تيتانيوم موجب 2، يا اما تمسحها خالص. يا اما تكتب 4 اس صفر، يا اما تمسحها خالص. هو التركيب الالكتروني بيبقى نمسحها خالص. 3 دي كام؟ 3 دي 2 بس. يبقى تي اي موجب 2 يبقى بشكله عامل ازاي؟ ارجون 3 دي 2 على طول. فهمت؟ 3 دي 2 في كام الكترون مفرد ده بقى؟ في 2 الكترون مفرد، واحد كده وواحد كده، تمام. الكوبالت موجب 4. يلا هنفقد كام من هنا؟ هيفقد 2 من هنا اهو، ده لما يبقى موجب 4 هيفقد 2 من هنا و2 كمان من هنا عشان يبقى 4، يبقى يفضل 5 هنا. يبقى اذا شكله كده ارجون 4 3 دي 3 دي كام؟ 3 دي 5. فهمت؟ يا رب تكون فاهمني. هنا في كام الكترون مفرد؟ 5 الكترونات مفرده. لما تيجي تحطها كده هتلاقي 5 الكترونات مفرده. ده توزيع الايون. بنفقد من مين الاول؟ 4 اس ثم 3 دي، 4 اس ثم 3 دي، عشان ال 4 اس ابعد عن النواه. طيب محتاجين نلاحظ كام ملاحظه هنا. اولا كده هي العمليه اللي العنصر بيفقد فيها دي معناها عمليه ايه؟ عمليه ايه دي؟ قال لك عمليه دي عمليه اكسده، صح ولا لا؟ دي عمليه اكسده. ليه؟ لانه بيفقد. الفقد معناه عمليه ايه؟ الفقد يعني عمليه اكسده. اول ما العنصر يفقد اعرف ان دي عمليه اكسده على طول. وش ليه بقى؟ لان هو حتى اكسده هنا كام؟ صفر. التيتانيوم اي ذره متعادله شحنتها بصفر، اي ذره متعادله شحنتها بصفر، من صفر الموجب 2. شفت بقى كده الشحنه زادت، يبقى عمليه ايه؟ اكسده. من دوس شحنته بكام هنا؟ كوبالت طبيعي صفر، من صفر الموجب 4 زادت، يبقى اذا دي عمليه ايه؟ اكسده. مهم جدا تفهم الكلمه دي. دلوقتي جبنا من العنصر، احنا كده جبنا دلوقتي من العنصر ايون، صح؟ هل ينفع تجيب انت من لما اديك ايون تديني انت العنصر؟ يعني ترجع لي العنصر. يعني مثلا هديك سؤال دلوقتي، احنا جبنا من العنصر ايون، احنا عايزين نجيب من الايون العنصر. يعني ايه الكلام ده؟ عنصر اكس اهو، سؤال، ده سؤال. عنصر اكس، تمام، من العناصر الانتقاليه، تمام، تركيبه الالكتروني بالشكل اللي قدامك ده كده، اكس موجب 2 عباره عن ارجون و 3 دي 2. مين هو العنصر ده؟ سؤال كده، من هو هذا العنصر؟ من هو العنصر؟ تمام. اولا كده تعال نشوف اللي قدامك ده. اولا ارجون فيه كام؟ 18،
تمام. والعنصر دوت فقد كام؟ فقد 2. طب هو الاثنين دول فقدهم منين؟ نرجع العنصر لاصله. ازاي نرجع العنصر لاصله؟ يعني ممكن نقول ايه؟ اكس ارجون بعد كده 4 اس 3 دي. ما هوش ال 4 اس كانت اتمسحت منه. طيب هو المفروض ال 3 دي في كام؟ في 2. هو دلوقتي فقد كام؟ فقد 2. الاثنين دي هنرجعهم له. هو طبعا لما بيفقد من مين؟ بيفقد من 4 اس ثم 3 دي. اجيت فقد من الاس كام؟ فقد من الاس 2. صح ولا لا؟ فقد من الاس 2 وبس كده خلاص، رجعت له الاثنين بتوعه. كده بقى عنصر ده في عدده الذري كام؟ 18 هنا و2 هنا و2 هنا، كده 4. يبقى 4 و18 كام؟ 22. يبقى ده عنصر مين؟ عنصر التيتانيوم. شفت بقى؟ عنصر التيتانيوم. كده خلاص كده انت جبت العنصر. ممكن بقى مع هذا العنصر يبقى عنصر التيتانيوم. طب من هو العنصر الذي يليه؟ من هو العنصر الذي يليه؟ التيتانيوم بعده مين؟ التيتانيوم بعده الفانيوم. يبقى لو اجابه السؤال ده تبقى فانيوم. طب ما هو استخدام، ماشي اقول لك اهو مثلا، ما هو استخدام سبيكه العنصر الذي يليه مع الحديد الصلب؟ فاهم حاجه؟ يعني مثلا ما هو استخدام العنصر الذي يليه مع الحديد الصلب؟ يعني ايه الكلام دوت؟ العنصر الذي يليه هو الفانيوم. طب الفانيوم مع الصلب بيعمل ايه؟ بيعمل زنبركات السيارات، صح ولا لا؟ تتميز بقساوه عاليه والكلام الفاضي ده. يعني ممكن يربط لك الدرس ده بالدرس اللي فات. يبقى لازم تفكر. المهم ان انت معاك ايون، عرفت منه العنصر، والعنصر يقدر يسالك عنه بكل اللي هو اداهولك، اللي هو كان مديهولك يعني. فهمت الفكره؟ فمهم جدا تفهم الحته دي. طب يا عم مثلا ممكن نجيبها بسرعه، احنا ليه نتعب نفسنا كده؟ مش انت دلوقتي فقد 2؟ دايما لما يديك ايون اجمع الالكترونات باللي فقده. يعني ايه 18 و2 20 و2 22 بس. خلاص كده انت عرفته. مش لازم تعمل اللي انا عملته لك ده، بس مهم جدا تعمله. عشان ايه؟ دي الطريقه الصح اللي ما تخليكش تغلط. مثلا لو اداك تركيب الالكتروني لعنصر ان اي، مثلا اقول لك ايه؟ مثلا اكس اهو، قال لك اكس موجب 3 ومثلا ارجون 3 دي 7. مين العنصر ده؟ تقول له 3 زائد 18 3 زائد 18 زائد 7 الكترونات. الناتج يطلع كام؟ الناتج يطلع 28. 28 ده عنصر مين؟ النيكل. دوت بيستخدم في ايه؟ في عمليه هدرجه الزيوت. النيكل بيستخدم في هدرجه الزيوت، صح؟ عامل حفاز في هدرجه الزيوت. ماشي. ممكن نستخدمه مثلا مع الكروم في صناعه ملفات التسخين. تمام؟ فهمت؟ يعني يقدر يربط لك مع الكادميوم في عمل بطاريات النيكل كادميوم القابله لاعاده الشحن. يا رب تكون فاهم الحته دي. طيب اخر حته معانا في ملاحظه في قلب الايه؟ التركيب الالكتروني والتوزيع، هنقولها دلوقتي. ماشي. عندنا رقم 6، ملاحظه رقم 6 اللي هي بتقول لك ايه بقى؟ اولا كده انا محتاج اعرفك بس يعني ايه اكسده الاول. عمليه الاكسده، عمليه الاكسده، عمليه ايه؟ وعمليه الاختزال. عمليه ايه؟ الاختزال. طيب صلوا على النبي. عمليه الاكسده عمليه فقد الذره الالكترون الاكثر اثناء التفاعل الكيميائي. طب عمليه الاختزال عمليه اكتساب الذره او الايون الالكترون الاكثر اثناء التفاعل الكيميائي. يبقى عمليه الاكسده هي عمليه فقد الذره او الايون، تمام، لالكترون او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي. تفاعل ايه؟ يعني الكلام دوت واحده واحده. اولا كده مثلا معاك صوديوم ان ايه 11 مثلا اولا كده توزيع الكتروني 2 8 1. تمام. هو دلوقتي هيفقد ولا هيكتسب؟ هيفقد. فالعمليه دي هيتحول بيها لان ايه؟ موجب 1. فالعمليه اسمها عمليه فقد، عمليه اسمها عمليه اكسده. عمليه ايه؟ اكسده. عكسها الاختزال، واحنا مش عايزين الاختزال دي دلوقتي، انا عايز بس منك الاكسده. مهمه جدا تفهم العمليه دي. يبقى اذا دي عمليه ايه؟ عمليه فقد. ملاحظه بقى مهمه جدا، ملاحظه مهمه جدا. هديك سؤال وتفكر فيه معايا. يعني ايه الكلام دوت؟ اف اي موجب 2 عشان يبقى اف اي موجب 3. هل الحديد يحب يفقد من موجب لو هو فاقد الكترونين، هل يحب انه يبقى موجب 3؟ يعني يتاكسد ويبقى موجب 3؟ اسال نفسك كده، فكر كده. يعني طب هتقول لي اعرف منين يا مستر؟ بص يا عم، وزع اف اي موجب 2. يعني كده هنقول ارجون و4 اس و3 دي. عندك هنا الحديد اف اي 26، ارجون 18، 4 اس 2، 3 دي 6. وهنا نفس الكلام. انا طبعا هفقد، انا عارف ان لسه محتاج اوزع الايون. اف اي ارجون و4 اس
و 3 دي. اولا كده هنا في 2 وهنا في كام؟ 6 عشان هو 26. هو دلوقتي موجب كام؟ موجب 2 وده موجب كام؟ موجب 3. موجب 2 يعني نفقد 2 من هنا، يفضل 3 دي كام؟ 3 دي 6. هل 3 دي 6 مستقر؟ 3 دي 6 مستقر؟ مش مستقر. احنا عارفين ان الاستقرار بيبقى 3 دي 10 و 3 دي 5 و 3 دي 0 صح؟ طب ده لما يفقد 3 يفقد 2 من هنا ويفقد 1 كمان من هنا عشان يبقوا 3، يبقى يفضل 3 دي كام؟ 5. 3 دي كام؟ 5. يبقى اذا التركيب اللي قدامك ده تركيب اكثر استقرارا، صح ولا لا؟ تركيب اكثر استقرارا. العمليه اللي تخليك تروح من موجب 2 لموجب 3 يعني اكنك بتقول له وديني من 3 دي 6 ل 3 دي 5. يا دي يقول لك ده عز الطلب، انت هتوصلني من 3 دي 6 ل 3 دي 5 اللي انا اصلا بحبه، اللي انا ببقى مستقر فيه. يبقى العمليه دي عمليه سهله. عمليه ايه؟ سهله. طب فكر كده، الحديد بقى موجب 3، بعد اذنك يا استاذ حديد عايزينك تفقد تاني تبقى موجب 4. موجب كام؟ حديد اف اي موجب 4. يقول لك ايه؟ موجب 4 انت عبيط، ده انا 3 دي 5 ورايق ومتجوز ومخلف وعندي شقتي وبيتي ومستقر اكثر استقرارا. انت عايز نوصل اف اي موجب 4 ليه؟ انت عبيط. يقول لك لا وربنا ما انا رايح لموجب 4. طب لو وديتني وربنا هيفضل ماسك، يعني عارف لو عمال تشده فالعمليه دي هتبقى عمليه صعبه، لان انت بتنقله من مستقر لحاجه مش مستقر. هيبقى بدل ما يبقى 3 دي 5 يبقى 3 دي 4. ايه ده؟ طب بعد اذنك يا استاذ حديد 3 دي 6 كنا بنجرب فيه بس وخليناك 3 دي 5، معلش بعد اذنك ارجع تاني خليك 3 دي 6 نعمل لك عمليه اختزال نخليك تكتسب الكترون. تعبيط. انا 3 دي 5 مستقر وهيفضل بقى يعمل صويت، هروح شدنه بالعافيه. فيبقى العمليه دي عمليه ايه؟ عمليه صعبه. لكن من اول من طالما انت مش مستقر وعايز تروح لمستقر العمليه دي سهله. لكن لو انت بقيت مستقر لا ينساك. الحديد لو هو مستقر بص عارف طالما وصل بينسى كل اللي حواليه، يبقى عايز يرجع صعب، عايز يروح تاني قدام يكمل تاني فقد لا صعب برضه. يبقى انا عشان توصل للمستقر سهل، اوصل للمستقر بس، يقول لك وصلني بس وربنا ما نراجع تاني. فهمت فكرة؟ وعشان ترجعه طبعا بتشده، فالشد ده صعب. فهمت؟ فالمجهود اللي انت هتبذله من 2 ل 3 اسهل من المجهود اللي انت هتبذله من 3 ل 4. فهمت الفكره؟ جهد التأين هنا بيبقى صعب، كل ما بتفقد كتير كل ما جهد التأين يزيد، جهد المجهود اللي انت عشان محتاجه بيزيد طبعا. فهمت؟ طيب خلاص تمام. لكن يبقى انا فهمتك الحته دي. يبقى ناخد بقى الملحوظه بتاعتنا اللي احنا هنكتبها هنا. هنحط ملحوظه وهناخد عليها امثله كتير جدا لان الاسئله كلها عليها افكار كتير من قبل الحته دي. اول حاجه تسهل العمليه تمام اذا كانت العمليه دي اللي هي بقى يعني عمليه، العمليه دي ممكن تبقى اكسده ان هو يفقد او اختزال تمام اذا كانت تؤدي الى تركيب اكثر استقرارا. اكثر ايه؟ اكثر استقرارا. والاكثر استقرارا ده اللي هو شكله عامل ازاي بقى؟ اكثر استقرارا ده اللي هو يبقى 3 دي 10 او 3 دي 5 او 3 دي 0. فهمت يا ريس؟ يبقى 3 دي 10 و3 دي 5 و3 دي 0 هو ده التركيب بتاعك. فلما يجي يسألك بقى يقول لك ايه؟ من ام ان، يلا اديك شويه امثله. من ام ان موجب 2 موجب 3 لموجب 2 سهله ولا صعبه؟ يجي يقول لك اف اي موجب 3 لموجب 2 لاف اي موجب 2 سهله ولا صعبه؟ يجي يقول لك التيتانيوم من موجب 2 لموجب 4 سهله ولا صعبه؟ يلا يا عم. طريقه الحل وزع وقع عد، وزع وقع عد، وزع وقع عد. يعني ايه الكلام؟ بص يا ريس، المنجنيز عدده ذري كام؟ 25 26 22. يلا يا باشا نمسك اول واحد المنجنيز. العمليه دي ونحدد العمليه سهله ولا صعبه. اول حاجه نوزع المنجنيز 25 وعندك هنا اللي هو ارجون كده 4 اس 3 كام؟ 3 دي. تروح موزع تاني تقول المنجنيز 25
ها 4s ارجون 4s و 3d. بص يا ريس، موجب 2 وهنا موجب كام؟ موجب 3. هو عايز يوصل من موجب 3، معلش انا موجب 3 الاول وهنا موجب كام؟ موجب 2. يبقى احنا هنوزع ده ونوزع ده، نوزع الاولاني والثاني، شوف هو فين ورايح فين. تمام؟ موجب 3 يبقى افقد هنا 2 وهنا 5 وهنا 2 وهنا 5. موجب 3 اعمل زي ما انا بعمل عشان ما تتلخبطش، وزع زي ما انا بوزع عشان ما تتلخبطش، ما تفضلش تختصر في الكلام. انا عارف ان الحبر معاك يعني ايه ممكن يكون غالي، لا اكتب ووزع زي ما انا بعمل كده. انا ده مضيع حبر قدامك عشان افهمك، فانت برضه اعمل نفس الكلام، لازم توزع. انا عارف ان الموضوع بسيط بس انت ايه ممكن يكون بسيط عليك يعني، بس اعمل زي ما انا بعمل مهما كنت فاهم. اول حاجه لحد ما تبقى ممارس كويس وتبقى ساعتها بعمل اللي انت عايزه، لكن انا بتكلم احنا لسه في البدايه لازم تعمل اللي انا بعمله يعني، فاهم؟ موجب 3 يفقد 2 من هنا ويفقد 1 من هنا، يبقى 3 دي 4 مش مستقر 3 دي 4 مش مستقر. موجب 2 هيفقد 2 من هنا، هيفضل 3 دي كام؟ 5. ده اكثر استقرارا. طب خلي بالك هو بيقول لك السهم رايح من فين لفين؟ من هنا لهنا، يعني هينزل من هنا لهنا، من غير مستقر لاكثر ايه استقرارا، اللي هو 3 دي 5 يعني. يبقى اذا العمليه دي عمليه ايه؟ عمليه سهله، صح ولا لا؟ طيب تعال نشوف الحديد موجب 3، نفس الكلام نوزع بقى، نلغي دي ونمسك الحديد موجب 3. هنوزع ده تمام وهنوزع ده ونشوف كده 4s و 3d 2 وهنا 6 وهنا اف اي موجب 2 ارجون 4s و 3d هنا 2 وهنا 6. هنا يفقد 3 وهنا يفقد 2، نفقد 3 يبقى 2 من هنا وواحده من هنا يفضل 5. ده اكثر استقرارا. طب موجب 2 نفقد هنا كام؟ 2. ده 3d 6 غير مستقر. مش يعني هو مستقر علشان تبقى فاهم، بس هو ده مستقر، بس الفكره ان هو يعني ايه مش زي ده اكثر استقرارا. فهمت الفكره؟ الفكره في ايه بقى؟ غير مستقر واكثر ايه؟ واكثر استقرار. فدلوقتي هو اتجاه السهم من فين لفين؟ من موجب 3 لموجب 2، يعني رايح من هنا لهنا، من مستقر لغير مستقر. العمليه دي تبقى ايه؟ بس قايل لك يا ابني بيتخانقوا معاه عشان يبقى غير مستقر، هو ما يحبش كده، يبقى العمليه دي عمليه ايه؟ صعبه. لكن عكسها سهله. لو انت بقى يا عم لو انت كنت ده عايز تخليني ده، لا العمليه دي سهله، انا اروح معاك فعلا. ماشي؟ طب بص هنا تي اي موجب 2، يلا نمسح دول ونكتب دول. تي اي موجب 2 تمام، وعندك هنا تي اي موجب كام؟ موجب 3. هو طبعا هنوزع التركيب الالكتروني ده ارجون كده 4s كده 3d، وهنا برضه نفس الكلام ارجون 4s ثم 3d. اولا ارجون كام؟ ارجون 18 وهنا كام؟ 18. 4s كام؟ 2 وهنا 2 عشان هو 22 اصلا، وهنا 2 وهنا 2. هيفقد من هنا كام؟ 2، يبقى افقد 1 2 من هنا، فضل 3d 2 مش مستقر. 3 دي كام؟ ولا 3 دي 3 ولا 3 دي 4؟ معلش تي اي 4 موجب 4 تي اي موجب 4 هيفقد 2 من هنا ويفقد 2 من هنا، يفضل 3 دي كام؟ 3 دي 0. 3 دي 0 احنا لسه قايلين ان هو ايه؟ اكثر استقرارا، فيبقى لما يمشي من 3 دي 2 ل 3 دي 0 اللي هو اكثر استقرارا، العمليه سهله، صح ولا لا؟ يبقى تسهل العمليه الاكسده والخزال اذا كانت تؤدي الى تركيب اكثر استقرار. فهمت؟ لما تخليك رايح لاكثر استقرار يبقى عمليه سهله. تمام؟ طيب السؤال مش هيجي بالبساطه دي، هيجي بفنيات ثانيه بقى. انا طبعا مشيت معاك، بص انا لازم امشي معاك تدريجي، لازم انقلك انت دلوقتي بيجنر، يعني اللي هو ايه؟ مبتدئ خالص، فانا محتاج اعلي معاك بالليفل شويه لحد ما نشوف ايه، نوصل لمستوى اسئله نقدر نحله كلنا. تمام؟ صلوا على النبي. الاسئله اللي متكرره بتيجي في الاسئله يقول لك ايه؟ بدل ما يجيب لك عنصر ايون هيجيبه لك في شكل مركب، يجيب لك العنصر في شكل مركب. يعني مثلا يقول لك ايه؟ اف اي مشهوره جدا دي، اف اس او 4 عشان يبقى اف اي 2 اس او 4 باي 3. العمليه دي سهله ولا صعبه؟ سهله ولا صعبه دي؟ اف اس او 4 وصل اف 2. اول حاجه انا ما ببصش لمركب، انا ببص للايون. الايون اللي هو مين؟ الايون اللي هو الحديد. الحديد هنا لازم اعرف عدد تاكسده. شفت بقى هي صعوبه المكان السؤال في كده، ان انت ما تعرفش تجيب عدد تاكسد. عدد التاكسد ده اللي كنا شرحناه في الاساسيات في اخر حصه الاساسيات. عدد تاكسد الاف حديد هنا كام؟ موجب 2، والحديد هنا موجب كام؟ موجب 3. تمام؟ فانت دلوقتي اكنه بيقول لك من حديد موجب 2
الحديد موجب كام؟ موجب 3 بس خلاص. فهمت؟ حديد موجب 2 بكام؟ يلا يا عم، حديد موجب 2 احنا قلنا 4 اس لما يوزع 4 اس 3 دي، هو المفروض ان 2 6 الحديد لما بينتهي بكده، و4 اس 3 دي 2 وهنا 6، يفقد 2 يفقد 2 ده غير مستقر. طب ده يفقد 3 2 ل 6 2 يبقى 3 دي 5. يبقى اذا من غير مستقر المستقر العمليه دي سهله. شفت بقى؟ ده شملنا السؤال. يبقى الفكره دي مهمه جدا. طيب ممكن يقول لك عنصر تاني، يقول لك مثلا ايه؟ ممكن يقول لك V2 مثلا O تمام ل V2O5. V2O5 يعني ايه الكلام دوت؟ الفانديوم هنا قعدت اكسده كام؟ واحد هيقول لي يا مستر موجب 2. مش هتكلم، انا مش هتكلم معاك، صلى على النبي. ان الاكسجين بسالب كام؟ سالب 2. اعكس الاشاره، موجب 2. موجب 2 على الواحد يبقى موجب 2 على الاثنين فيها الواحد. فالواحد طبعا دي طريقه ان احنا نجيب عدد تاكسد. طبعا لو حد مش عارف يجيب عدد تاكسد، احنا بنساوي المركب بالصفر. V2O5 V2O يساوي بالصفر، نقول 2V زائد O يساوي صفر. اكسجين كده كده احنا حافظينه بسالب 2. سالب 2 تروح باشاره مخالفه يبقى موجب 2، نقسم على الاثنين يبقى الفانتيوم بموجب 1. بس دي طريقه ثابته جدا، انت بتساوي المركب بالصفر كده بتجيب العنصر اللي انت عايزه. هنا الفانتيوم عدد تاكسده ودى الاكسجين 5 يبقى موجب 5. بس طريقه سهله خالص. طبعا بقى ارجع لدرس عدد تاكسد، انا اكيد مش هشرحه هنا. فالمهم دلوقتي انت عايز تمشي من في موجب 1 لفي كام؟ في موجب 5. نوزع يلا نفس الكلام. الفي موجب 1 بكام؟ الفانيوم اصلا عايز ذره 23 والفانيوم عايز ذره 23. موجب 1 وهنا موجب كام؟ وهنا موجب 5. يلا ارجون وبعد كده 4 اس ك 3 دي، وهنا ارجون كده 4 اس ك 3 دي. تمام. يلا نوزع. هنا في ارجون موجب 1 4 اس هنا 2 وهنا 3 وهنا 2 وهنا 3. نوزع وزع طبيعي. وقع بقى. شفت بقى؟ موجب 1 نوقع 1 من هنا اتفضل 1. تركيب 3 دي 3 مش مستقر زي اللي جاي ده. 5 1 2 من هنا و3 من هنا يبقى يفضل 3 دي كام؟ 3 دي صفر. يبقى ده اكثر استقرارا. فالعمليه دي برضه عمليه ايه؟ سهله. ماشي؟ يبقى اذا تشملنا الفكره دي. نجيب بقى السؤالين العلل اللي موجودين في قلب الكتاب. عندك الملحوظه رقم 6 بيقول لك ايه؟ تسهل علل بقى. تسهل عمليه اكسدت معناها ان هو يزداد عدد يبقى موجب 2 لموجب 3 او موجب 3 لموجب 4 هكذا بيزداد في الشحنه. اكسدت ايون الحديد تمام 2 الى ايون الحديد كام؟ موجب 3. الحديد موجب 3 موجب 2 لموجب 3. طيب العمليه دي سهله ولا صعبه؟ قال لك بتسهل. احفظها بقى، احفظها، خليك حافظها بالله عليك. احفظ العنصر ده. الحديد ده مهم جدا تحفظ ان هو موجب 2 لموجب 3. سهله جدا 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 جدا. لكن موجب 3 موجب 2 صعبه. قلت لك اهو. ماشي. عمليه اكسده الايون الحديد 2 لايون الحديد موجب 3 وتصعب بينما تصعب. بص بينما تصعب ايه بقى؟ عمليه اكسدت ايون المنجنيز موجب 2 الى ايون المنجنيز موجب كام؟ موجب 3. هو معنى ان الموجب 2 لموجب 3 بقت سهله مع الحديد، هل سهله مع كل العناصر؟ لا. ده بقول لك العمليه دي صعبه مع مين؟ صعبه مع المنجنيز. ليه هي صعبه مع المنجنيز؟ ما هو انا قلت لك شرط السهوله والصعوبه. سهله اذا كانت العمليه تؤدي الى تركيب اكثر استقرارا، صعبه اذا كانت تؤدي الى تركيب اقل استقرارا. فهمت الفكره؟ فلما تيجي توزع هنا يلا تقول له كده اف اي موجب 2 واف اي موجب 3. دي عمليه ايه؟ سهله. لكن انت عندك المنجنيز احفظها بقى، موجب 2 لموجب 3 صعبه. يعني المنجنيز عكس الحديد. لكن خلي بالك من موجب 3 لموجب 2 سهله. شفت بقى؟ موجب 3 لموجب 2 في المنجنيز تبقى سهله. بص سهله. لكن كده صعبه. شفت؟ العكس صعب لكن الطريق سهل. تمام؟ فلما نيجي نوزع المنجنيز هنا نوزع المنجنيز. يا جسمي يابا.
بص يا عم، المنجنيز هنا عدد الذري كام؟ 25، يبقى نقول منجنيز ام ان موجب 2 5 وكام؟ 25. نقول ارجون 4 اس 3 كام؟ 3 دي. هو المفروض هنا 2 وهنا 5. منجنيز موجب 3 ارجون بعد كده 4 اس بعد كده 3 دي. تمام. بص يا عم ال 25 هنفقد هنا كام؟ 2، يبقى 3 دي كام؟ 5. يعني ده مستقر، ده مستقر. لكن موجب 3 هنا 2 وهنا 5 هيفقد 3 من 2 من هنا وواحد من هنا يفضل 3 دي 4. يبقى ده غير مستقر، ده غير مستقر. انت مش شايف انت بتتكلم في ايه؟ يعني مستقر غير مستقر، العمليه ايه؟ صعبه. انت رايح كده شايف السهم صعبه اكيد. تمام. يبقى تقول له كده لان التركيب الالكتروني لل 3 دي لازم تكتب اللي انا كتبته ده اساسي، لازم يتكتب في الاجابه. انت لو كتبته بس هتاخد على درجه، ده لو انت اصغر ماشي. وتكتب بقى الكلام اللي موجود عندك في الكتاب اللي هو بتقول له لان ايون حديد موجب 3 اكثر استقرارا، احنا طبعا عملنا دي اكثر استقرارا، حيث ان المستوى الفرعي 3 دي نصف ممتلئ. المستوى الفرعي 3 دي تقول له كده، تتكلم على المستوى الفرعي الثاني ده، تتكلم على الجزء الثاني لان التركيب الالكتروني 3 دي تمام اكثر استقرارا، لان المستوى الفرعي 3 دي اكثر استقرارا حيث ان المستوى الفرعي 3 دي نصف ممتلئ. خلاص. وتسهل الاكسده في اتجاه تكوين التركيب الاكثر استقرارا. يبقى تسهل الاكسده في اتجاه التركيب الاكثر استقرارا. تمام. لكن مع المنجنيز هتقول له ايه؟ لان ايون المنجنيز ده اهو بيبقى اكثر استقرارا، لان 3 دي بيبقى نصف ممتلئ، 3 دي 5 بيبقى نصف ايه؟ ممتلئ. ماشي. وتصعب الاكسده في اتجاه التركيب الاقل استقرارا. تمام. اقل ايه؟ استقرارا. يبقى اذا العمليه امتى تكون سهله؟ لو بتوديني لشيء مستقر. العمليه تكون صعبه لو بتوديني لشيء غير مستقر. فهمت؟ طيب صلوا على النبي. عندنا كام سؤال كده شغل دماغك هنحلهم مع بعض. بيقول لك شغل دماغك رقم 9، بيقول لك العنصر الانتقالي الذي يستخدم في عمليه هدرجه الزيوت ده عنصر مين؟ ده عنصر النيكل. سؤال رقم 9 معانا ده عنصر النيكل. طيب النيكل كام؟ عدد ذري كام من النيكل دوت؟ عدد ذري 28. طيب التركيب الالكتروني لايونه موجب 3 ام موجب 3. تعالى كده نشوف الام موجب 3 كأنك بتقول لي نيكل موجب 3. تعالى نوزع كده 28. نقول ارجون 4 اس ثم 3 دي. عندك احنا موجب 3 بنفقد منين؟ بنفقد من الاس ثم الدي. ده 18 اهو 28. نفقد 2 من هنا ثم 1 من هنا، يفضل 3 دي كام؟ 3 دي 7. متخيل؟ يبقى 3 دي كام؟ 3 دي 7. طيب نشيل دي ونشطب دي ويفضل التركيب اللي يبقى شبه دوت ارجون 18. المفروض ما نكتبهاش بقى 3 دي كام؟ 3 دي 7. ده الاختيار هيبقى رقم الف. اختيار هيبقى رقم الف. تمام؟ هي دي الصح. رقم 10 العنصر اكس من العناصر السلسله الانتقاليه الاولى ويصعب اختزاله. ما هو كلمه ان هو يقل في الرقم دي اسمها اختزال، لو هيزيد في الرقم اسمها اكسده. احنا طبعا عرفنا الكلام ده في درس اعداد التاكسد، مهم جدا تسمعه. ويصعب اختزاله من موجب 3 لموجب كام؟ 2. يعني انت صعب ان انت تحوله من 3 ل 2. مين؟ معروف هو الحديد، مفيش غيره، لان احنا عارفين ان الحديد كان من موجب 2 لسه قلت لك احفظه لسه من شويه، قلت لك اف من موجب 2 لموجب 3 ده سهل. تمام. لكن العكس ده ايه؟ صعب. هو الوحيد اللي ممكن يتقال عليه كده في قلب العناصر السلسله الانتقاليه الاولى كلها. من موجب 3 لموجب 2 صعب في الظروف المعتاده. فان العنصر اكس هو مين؟ عنصر الحديد. يبقى الاجابه رقم الف برضو عنصر الحديد. يبقى ده اجابه سؤال رقم 10. شغل دماغك بقى. رقم 11 بص بقى، عنصر اكس من عناصر السلسله الانتقاليه الاولى ويلي. بص عنصر اكس من عناصر السلسله الانتقاليه الايه؟ الاولى. احنا معانا عنصر اكس اهو. تمام. بيقول لك ويلي العنصر زد، يعني هو بعد عنصر زد، يبقى اكيد العنصر زد ده هنا. تمام. في السلسله والذي يسهل تاكسده. ويلي العنصر زد في السلسله والذي يسهل تاكسده. قال لك الزد ده هو سهل تاكسده من موجب 2 لموجب 3. يبقى ده مين؟ ده حديد وش. خلاص من غير ما تفكر، ده الحديد ده من موجب 2 لموجب 3 سهل، هو بيحب الموجب 3. فهمت؟ طيب فإن العنصر اكس مين؟ يبقى العنصر اكس بقى اللي بعد الحديد، اهو ده الاكس ده اللي هو يبقى مين؟ عنصر الكوبالت. تمام؟ عنصر الكوبالت. ماشي؟ طيب يبقى احنا كده كلينيكيا
فنشنا الجزء الاولاني بتاع التركيب الالكتروني. صلوا على النبي يا شباب. اولا كده محتاج اديكم كام ملحوظه احنا برضو ما قلناهاش على الجزء ده. اولا كده كل عنصر او اللي بيمشي على عنصر بيمشي على مجموعته. يعني مثلا عنصر الاسكانديوم، مثلا عنصر الاسكانديوم تحتيه يوتيريوم وتحتيه تحت اليوتيريوم تحته لانثانيوم. خلي بالك لو مثلا عنصر الاسكانديوم بيفقد 3 يبقى اليوتيريوم شبهه واللانثانيوم شبهه. معايا ولا مش معايا كده؟ يعني نفس الخواص بتاعته. توزيعه برضو التركيب الالكتروني بتاعه، يعني مثلا الاسكانديوم بينتهي بدي 1 واليوتيريوم بينتهي بدي 1 يبقى اللانثانيوم بينتهي دي 1. فهمت؟ بس ده يبقى 3 دي، ده 4 دي، ده 5 دي. تمام؟ يبقى اللي يمشي على عنصر بيمشي على مجموعته، في الجدول الدوري. طيب مين اهم العناصر بقى اللي احنا محتاجين نعرف مجموعتها؟ هم عندك العنصرين الشاذين اللي هم مين بقى؟ عنصر الكروم. بص كده، عنصر الكروم 4 وكام؟ 24. تحتيه الموليبدينيوم 2 وكام؟ 42. تحتيه التنجستين. تمام؟ مش مهم تعرف عدده الذري، المهم ان انت تعرف ان دلوقتي الكروم تحتيه الموليبدينيوم تحتيه ايه؟ التنجستين. اسمه ايه؟ التنجستين. كل دول شاذين في التوزيع. يعني مثلا لما تيجي تلاقي تركيب الكروم هتلاقي كده اهو 4s1 3d5، لكن الموليبدينيوم تحته على طول هتلاقيه بس هينزل درجه بقى، زود درجه 5s. تمام؟ 4d. ما بص خلي بالك ان الاس قبلها 4 لكن الدي قبله كام؟ الثلاثه، يعني اقل بواحد. يعني هنا ان وان ناقص 1 ان ناقص 1. ها ده عباره عن كام؟ ده برضه هتلاقيه بكده 6s هينتهي توزيعه، وبدل 4 تبقى كام؟ هتبقى 5d. يبقى هنا 1 هنا 5 هنا 1 هنا 5. كل دول ايه؟ شواذ. كل دول ايه؟ شواذ في التوزيع. كل دول شواذ ايه؟ في التوزيع. تمام اهو زي الفل. يلا يا عم صل على النبي. كده احنا كده المجموعه مين؟ كام مجموعه كام؟ لما تيجي 1 و5 مجموعه 6 بي، او ممكن تقول في اي بي. مجموعه ايه؟ في اي بي، اللي هو زي الفي اي بي كده، الفندق كده، او اوضه في اي بي. عارف انت الحاجات دي؟ المهم يعني في اي بي ماشي. ممكن نقول مجموعه رقم 6 في الجدول الدوري كله. تمام؟ 6 بي. فاحنا كده عرفنا المجموعه بتاعتهم ووجودهم في الجدول ايه؟ في الجدول الدوري. طيب تاني مجموعه معانا اللي هي مجموعه مين بقى؟ النحاس. اهو النحاس عندك هنا اول حاجه النحاس. المجموعه مين بقى؟ المجموعه دي 1 بي. 1 بي. عندك هنا النحاس تحته الفضه وتحته الاي يو. مهم جدا تحفظهم. نحاس فضه ذهب، نحاس فضه ذهب، نحاس فضه ذهب، نحاس فضه ذهب. ماشي؟ واحده واحده. دي هتلاقي تركيبه الالكتروني بينتهي ازاي؟ النحاس هتلاقي تركيبه الالكتروني ب 4s1 3d10. نفس الكلام بص 4d10 ده بتاع الفضه، 5d10 ده بتاع الاي يو. تمام؟ وهنا برضو 5s1 6s1 وهكذا. خلاص كلهم موجودين عندك في الجدول الدوري. كده كده الجدول الدوري معاك في قلب الايه؟ في قلب الامتحان. بس انا بكلمك ان احنا نفهم التركيب، واللي بيمشي على عنصر يمشي على مجموعته. يعني ده شاذ، اللي تحت كلهم شواذ. تمام؟ اللي تحت كلهم ايه؟ شواذ. تمام اهو زي الفل. يبقى اذا دوت مجموعه شاذه، دول مجموعه ايه؟ شاذه، مش قليله الادب يعني، بس هم شاذين. فهمت الفكره؟ طيب المهم يبقى احنا عندنا كده عناصر المجموعه كام؟ 1 بي. 1 ايه؟ 1 بي. طيب صلوا على النبي. محتاجك تلاحظ ملاحظه كمان. بص العناصر اللي مشتركه في عدد الالكترونات المفرده، العناصر اللي مشتركه في عدد الالكترونات المفرده. يعني مثلا هنا الاسكانديوم فيه كام الكترون مفرد؟ 1 في المستوى الفرعي 3 دي، صح؟ مين في كام عنصر عنده الكترون واحد مفرد؟ تعال فكر كده معايا. النحاس عنده برضو الكترون واحد مفرد. يبقى النحاس بيتشابه مع الاسكانديوم في ان كل واحد فيهم فيه الكترون واحد مفرد، صح ولا لا؟ النحاس اهو فيه الكترون واحد مفرد وده فيه الكترون واحد مفرد. طيب بس احنا كنا بنقول 3 دي، لكن انا اقول لك على كعنصر، يعني ده في واحد وده في واحد. طيب مثلا التيتانيوم هنا في كام الكترون مفرد في الدي؟ يعني عنده 2 الكترون مفرد اللي هو على شكل كام؟ على شكل دي 2. على شكل دي 2. تمام؟ وعندك النيكل في قلبه الكترونين مفردين بس على شكل دي كام؟ 8. يبقى انت عندك لو انت العنصر في قلبه الكترونين مفردين في المستوى الفرعي دي، يا اما الدي هيبقى شكله دي 2 يا اما يبقى شكله دي 8. ما اصل ال 8 بتكمل، عشان تكمل ل 10 فاضل لها 2. يبقى انت عندك لو 2 الكترون مفرد يبقى في كام شكل؟ يا اما يبقى شكله دي 2 يا اما دي 8. طب لو 3 الكترونات مفرده يا اما دي 3 اللي هم ده يا اما دي 7، عشان انت هتكمل الثلاثه بالايه؟ يعني 3 على 7 يطلع 10. وصلت؟ يبقى يعني فاضل لك 3 عشان تبقى تكمل ل 10. فاذا اهو يبقى انت عندك دي 3 لو انت عايز 3 الكترونات مفرده، دي 7 ودي كام؟ ودي 3. مهم جدا تفهم الحته دي.
يبقى انت عندك اللعبه يبقى في حتتين، يا اما يقول لك الكترونين مفردين يبقى عندك كم احتمال؟ احتمالين، يا اما يكون دي 2 يا اما يكون دي 8. طب لما يبقى دي 2 هيقول لك بقى استخدامات الدي 2 اللي هو التيتانيوم بقى والاستخدام بتاعته. طب لما يكون هو قصده دي 8 هيجيب لك برضه استخدامات الدي 8 اللي هو النيكل، هدرجه الزيوت، نيكل ومع الكروم يكون سبائك كذا. فهمت؟ طيب في ملاحظات ثانيه نلاحظها، ان مثلا لو قال لك كام، طب في عنصر عنده 4 الكترونات مفرده، ده عنده 4 الكترونات مفرده اهو. المستوى الفرعي بتاعه لما يبقى عنده 4 الكترونات مفرده مفيش غير 3 دي 6. 3 دي كام؟ 6. هل في دي 4؟ مش المفروض يبقى دي 4 ودي 6 عشان تكمل ال 10؟ لا، هو مفيش غير دي 6. مش احنا قلنا ان مفيش دي 4 لان هو في عنصر شاذ في التوزيع اللي هو الكروم. فهمت؟ لكن في دي 5 ودي 5 متساويين في عدد الالكترونات المفرده في المستوى الفرعي دي، ده وده. طب هنا 0 0. يبقى انت عندك كام احتمال؟ عندك 3 احتمالات. ان انت لو قال لك العنصر يحتوي على 2 الكترون مفرد، لو قال لك العنصر يحتوي على الكترون مفرد يبقى انت عندك احتمالين، يا اما دي 2 يا اما دي 8. طب لو قال لك عنصر يحتوي على 3 الكترونات مفرده انتقالي، طبعا كل ده كلامنا عن الانتقالي، يا اما دي 3 يا اما دي 7. طب لو قال لك عنصر يحتوي على 4 الكترونات مفرده في المستوى الفرعي دي، يبقى ما عندكش غير احتمال واحد الدي 6، وده يبقى عنصر مين بقى؟ عنصر الحديد. عنصر ايه؟ عنصر حديد. خلي بالك دول عنصر مش ايون، انا ماليش دعوه بالايون دلوقتي. يبقى انا بتكلم دلوقتي على عنصر طبيعي. الدي 2 يبقى ده التيتانيوم وعناصره طبعا، وده هيبقى دي 8 ده النيكل. طب ودي 3 ده مين؟ ده الفانيوم. ودي 7 اللي هو الكوبالت. تمام؟ ودوت الحديد طبعا. ماشي؟ دي احتمالات بتيجي لك في قلب الايه؟ الاسئله. طيب في نقطه كمان محتاجين نعرفها، الارجون. عنصر الارجون في قلبه كام مستوى فرعي؟ فكر كده معايا، الارجون في قلبه كام مستوى فرعي؟ احنا لما بنيجي نوزع الارجون بنبدا بعديه بالفور اس. فاهم حاجه؟ هقول لك دلوقتي، همسح دي وهقولها لك دلوقتي. ركز معايا كده، لاحظ معايا الملاحظه الجايه المهمه دي اللي احنا قلنا فيها هنجيب ازاي نجيب عدد المستويات الفرعيه في الارجون. انا كده مثلا قلت لك كده نوزع الكوبالت كام؟ 27. طيب لو جينا نقول 1 اس 2 اس 2 بي 3 اس 3 بي تمام 4 اس و 3 دي. تعال نوزع توزيع طبيعي، نقول هنا 2 وهنا 2 وهنا 6 كده كام؟ 10. وهنا 2 وهنا 6 كده 18 وهنا 2 وهنا 7 يبقى كده 27. تمام؟ مش من اول هنا لحد هنا ده اصلا يمثل الارجون اللي هو ارجون 18 صح ولا لا؟ يبقى اذا الارجون جواه كام مستوى فرعي؟ كام مستوى ايه فرعي؟ اهو اول واحد، ثاني واحد، ثالث واحد، رابع واحد، يبقى 5. يبقى الارجون الواحد بكام مستوى فرعي؟ ب5. وانت مزود عليه كام اصلا؟ مستوى فرعي بره 6 2 كمان، يبقى كده كام العنصر كله فيه كام؟ فيه 7 مستويات فرعيه. 7 مستويات فرعيه. 7 مستويات فرعيه مشغوله بالالكترونات. بص يا عم، في قلبه كام هنا؟ 7. العنصر ده اهو الكوبالت ده اهو في قلبه عدد من المستويات الفرعيه. تمام؟ او المستوى الفرعي دي يحتوي على عدد من الالكترونات. المستوى الفرعي 3 دي يحتوي على عدد من الالكترونات يساوي عدد المستويات الفرعيه المشغوله بالالكترونات في المستوى ده. تمام؟ يا رب تكون فاهمني. طيب تاني فكره، لما يقول لك المستوى، يعني مثلا يقول لك ايه؟ المستوى الرئيسي الثالث اللي هو عباره عن ايه بقى؟ المستوى الرئيسي الثالث ده عباره عن هيبقى 3 اس و3 بي و3 دي. لازم تبقى فاهم الحته دي. المستوى الرئيسي الثالث ده عباره عن مستوى 3 اس و3 بي و3 دي. يا رب تكون فاهمني. هفهمك الحته دي دلوقتي. صلى على النبي. اولا كده احنا مثلا معانا نواه العنصر. نواه العنصر كنا بنوزعها نقول ايه؟ كي وال وام وان صح ولا لا؟ كي ال ام ان او بي كيو. انا بس عايز اول 4 مستويات لان هم دول اللي احنا كنا بنشتغل عليهم في ثانيه ثانوي. المستوى ده كي وده ال وده ام وده ان. المستوى الرئيسي الاول، المستوى الرئيسي الثاني، المستوى الرئيسي الثالث، المستوى الرئيسي الرابع. صلى على النبي. كل مستوى رئيسي بيحتوي على عدد من المستويات الفرعيه يساوي رقمه. يعني ايه؟ يعني ده بيحتوي على مستوى واحد فرعي لما عملنا زوم جواه لانه مستوى يحتوي على اس، لكن ده بيحتوي على مستويين اس وبي عشان هو الثاني، لكن ده هتلاقيه بيحتوي على اس وبي ودي، اس وبي ودي. لكن المستوى الرئيسي الرابع ده اللي قدامك ده كده بص دي كده ان اهو عشان نبعد بس المسافه، هيحتوي على 4 مستويات فرعيه اس وبي ودي واف. يا رب تكون فاهمني. يبقى انا لما اقول لك المستوى الرئيسي الثالث دي معناها ان هو الام او الثلاثه دول.
المستوى الرئيسي الثاني ده معناها ان هو ال او الاثنين دول. المستوى الرئيسي الاول اللي هو معناها كي او الاس. المستوى الرئيسي الرابع اس وبي ودي واف. ماشي، يشمل اس وبي واف. طب مش ده الاول، يبقى دي قصده ال1 اس اللي هي دي. طب المستوى الرئيسي الثاني يبقى 2 اس و2 بي اللي هم ده هم. فاهم حاجه؟ طيب ده اس وبي ودي، يبقى ده المستوى الثالث، يبقى نقول 3 اس و3 بي و3 دي. يا رب تكون فاهم دي. يبقى 3 اس و3 بي و3 ايه؟ 3 دي اللي هم ده 3 اس و3 بي دي كده، وهنا 3 دي. بس خلي بالك كان ال4 اس اللي هو في قلب، يعني ال4 اس اللي هو هنا في المستوى الرابع كان بيتملي قبل ال3 دي. فهمت؟ ليه بقى؟ عشان ال4 اس اللي هنا ده كان اقل في الطاقه من ال3 دي، اقل في الطاقه. خلاص، يبقى معنى ان انت عشان اصلا تملى ال3 دي لازم تكون مليت ال4 اس. لازم تبقى فاهم الحته دي بالله عليك ما تنساش. عشان تملى ال3 دي لازم تبقى مليت ايه؟ ال4 اس. يعني مثلا يقول لك المستوى الرئيسي الثالث اللهم صل على النبي، تم الامتلاء. تم ايه؟ تم الامتلاء. تم الامتلاء دي معناها ايه؟ مش احنا عارفين ان المستوى الرئيسي اللي هو كده بيتملي ب2، وده من اعدادي اصلا كان ده بيتملي ب8، وده كان بيتملي لحد 18، وده كان بيتملي لحد 32. تمام، لازم تعرف الارقام دي. المستوى الرئيسي الثالث بيتملي ب18. هو قال لك مثلا ان ده تم الامتلاء. تم ايه؟ الامتلاء. ده معناه ايه؟ ده معناه ان المستوى الفرعي يعني الاثنين، بص هتجمع بقى المجموع الالكترونات 3 اس ومجموع الالكترونات 3 بي ومجموع الالكترونات 3 دي لازم يبقى مجموعهم كام؟ 18. فهمت؟ طب عشان توصل اصلا لان دي يبقى 18 هتقول كده هنا 10، وعشان توصل لدي لازم ال4 اس يبقى اتملى. ده اكيد وش كده لازم ال4 اس يبقى اتملى. يبقى يقول لك بقى يخمن معاك احتماليه العنصر دوت مين؟ عنصرات ايه؟ مين؟ العنصر دوت هيبقى اكيد مين؟ اكيد دوت اللي هو لما يكون ممتلئ كده ده اكيد الزد ان اللي هو ال 30. ماشي؟ انا عارف الحته دي ممكن تكون تقيله وان في ناس كتير مش فاهمها، بس انا حاولت ابسطها بقدر الامكان. يبقى اذا المستوى الفرعي الرئيسي الثالث ده معناه مش ام لوحدها، لا معناه 3 اس و3 بي و3 دي. وصلت؟ طيب هنا بقى ده معناه كام؟ ده معناه 4 اس و4 بي و4 دي و4 اف. يبقى لما يجي يقول لك المستوى الرئيسي الرابع وكده يعني. تمام. المستوى الرئيسي الثاني. في ملحوظه كمان محتاجين نلاحظها. اولا كده الكوبالت ده الالكترونات بتاعته اتوزعت في كام مستوى؟ يعني اتوزعت في كام مستوى رئيسي؟ يعني وصلت لكام مستوى رئيسي؟ اولا كده هو ال1 اس عنده مليان، وال2 اس وال2 بي وال3 اس وال3 بي وال3 دي، وعنده 2 الكترون في ال4 اس. يعني هو وصل للمستوى الرابع، يعني الكتروناته اتفردت لحد المستوى الرابع. وصلت؟ طيب تعالوا نشوف عدد الاوربيتالات بتاعته. يعني مثلا لو جينا نفرد الاوربيتالات بتاعته اللي هي دي كده 1 2 3 ادي 4 1 2 3 4 ادي 5 6 7. عدد الالكترونات المفرده فيها كام؟ في 3. عدد الالكترونات المفرده كام؟ 3. طب عدد المستويات الرئيسيه، عدد المستويات ايه؟ الرئيسيه التي وزعت فيها الالكترونات او المشغوله بالالكترونات كام؟ 4. يبقى عدد الاوربيتالات النصف ممتلئه اقل من عدد المستويات الرئيسيه اللي انشغلت بالالكترونات بمقدار 1. ماشي؟ يا رب تكون فهمت. بص رجع الفيديو وافهم انا قلت ايه عشان انا مش هقدر اوضحها تاني بكده. تمام؟ طب بص هنا على الحديد. الحديد زيه زي صاحبه الكوبالت، بس خلي بالك هنا عدد الاوربيتالات النصف ممتلئه هنا كام؟ عدد الاوربيتالات النصف ممتلئه هنا كام؟ 4. اوربيتالات نصف ممتلئه يعني فيها الكترون واحد. اوربيتالات نصف ممتلئه فيها الكترون واحد بتساوي كام؟ 4. وعدد المستويات الرئيسيه اللي اتفردت فيها الكترونات الحديد كام؟ 4. لانه هو وصل لل4 اس. يبقى انت كده اكنك دخلت في المستوى الرابع. انت ما كملتوش لكنك دخلت فيه. فهمت؟ يبقى ممكن يجي لك دي تركها في السؤال، يقول لك مثلا مين العنصر ده؟ عدد اوربيتالاته النصف ممتلئه، عدد اوربيتالاته النصف ممتلئه تساوي عدد المستويات الرئيسيه المشغوله بالالكترونات فيه. يعني بعدد المستويات الرئيسيه يعني. يبقى يقول لك مثلا بقى مش هيقول لك قول لي الحديد، لا، يقول لك مثلا عنصر يستخدم كعامل حفاز في تحضير غاز النشادر بطريقه هابر-بوش، او تحضير غاز الامونيا بطريقه هابر-بوش. فهمت؟ ممكن يقول لك مثلا يستخدم في السكاكين، يستعمل لعمل الادوات الجراحيه، الحاجات اللي زي دي. يبقى دي اسئله مهمه جدا تركز فيها، ان هو انت عدد الاوربيتالات النصف ممتلئه. هنا عدد الاوربيتالات النصف ممتلئه 5. عدد 6 كله في المستوى الفرعي كله 6، لكن في ال3 دي 5. هنا نصف ممتلئ 5، النصف ممتلئ 3، النصف ممتلئ 2، النصف ممتلئ 0، النصف ممتلئ 0، النصف ممتلئ 3، النصف ممتلئ 2، النصف ممتلئ 1. ماشي؟ يبقى تركز في حته عدد الاوربيتالات النصف ممتلئه.
تمام يا شباب؟ يبقى احنا كده اكلينيكيا خلصنا افكار التركيب الالكتروني. تمام؟ حاولنا نفرد كل افكار الترتيب الالكتروني. نخش بعد كده على حالات التاكسد ان شاء الله.